السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وطلبيه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطلبيه يعني رائعه، واحد روتين مشوق اللي غادي ان شاء الله تستافدوا منه بالكثير. غادي ان شاء الله غادي نخدم معكم طلبيه ديال السلو او السفوف بمكونات هائلين وصحيه البنات. ان شاء الله غادي نشوفوا معايا جميع المقادير وكذلك الطريقه ان شاء الله غتشوفوها معايا يعني في هذا الفيديو. وكيف كتلاحظوا البنات يعني جا واحد سلو رائع اللي كيحماق عليه الكليان ديالي، صراحه زوين بزاف ومقادير زوينين. ان شاء الله البنات غادي تستافدوا. مرحبا بالناس اللي عندهم اول زياره للقناه، مرحبا بكم. ان شاء الله نتمنى انكم تشاهدوا هذا الفيديو حتى الاخير، وما تنسونيش من اشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل ما هو جديد. نبداو على بركه الله نحضروا مقادير ديال السفوف. هنا البنات عندي كيلو ديال الزنجلان اللي ضروري كتجيبوه البنات تغسلوه وتنشفوه باش تحيد منه داك الغبار، ودرتو البنات في الفرن كيف كتلاحظوا. كنخليه يتحمر على نار مهيله البنات كنأكد. وهنا كذلك البنات اللوز اللي جبت كيلو ديال اللوز اللي حتى هو درته في الفرن على نار مهيله. اي حاجه البنات راني كنحمر على نار مهيله. كيف كتلاحظوا البنات انني هاد المكونات كاملين غيتحمروا، يعني ما عنديش شي حاجه اللي غادي تقلى ما عدا اللوز اللي غيكون في التزيين. داكشي علاش البنات هاد السلو راه رائع اكثر من رائع، لان المكونات ديالو كاملين غير غاديين يتحمروا فقط. هاد اللوز البنات باش تاكدوا كيفاش تحمر راني قطعت معكم قطعه. وكذلك البنات الكاوكاو، خديت الكاوكاو اللي بقشورو، هنا خديت غير 500 غرام ديال الكاوكاو اللي بقشورو، كذلك حتى هو حمرته في الفرن وغنحيد له القشره ديالو. هنا البنات الدقيق ان شاء الله غادي نعبر معكم، غتشوفوا هنا في الميزان عندي كيلو 500 غرام يعني كيلو ونصف. علاش البنات درت كيلو ونصف؟ لانه البنات ملي غيتحمر راه غادي تنقص الكميه ديالو، لذلك عبروا كيلو ونصف وحمروه، وان شاء الله غتخدموا بديك الكميه اللي غادي يعني هاد الكميه هذه. هنا الفرن كذلك البنات الدقيق غادي تركزوا على الدقيق بزاف، طيبوه على نار مهيله كنأكد البنات، وتبقاو تقلبوا فيه الوقت كامل انكم تقلبوا فيه باش يعطيكم لون واحد. انتم البنات لا لاحظتوا ان الدقيق اللي عندي راه كياخذ لون واحد، زعما البنات الا ما عطيتوش حقه في الطياب راه غادي تحرق لكم او لا غيبقى لكم هكذا مكور ولا شي حاجه. المهم غيبقوا فيه هكذا حبيبات بيضين بزاف او لا غيتحرق لكم من الجوانب. لذلك ركزوا على الدقيق على نار مهيله وجلسوا حداه البنات، قابلوه ماشي تحطوه وتزيدوا، راه كيبغي يتقلب مزيان مزيان باش يعطيكم نتيجه زوينه ويجيكم سلو زوين وما فيش نهائيا المذاق ديال الحرق. هنا البنات الدقيق كيف كتلاحظوا ضروري غادي نغربلو ان شاء الله باش غادي نحتفظ به حتى نضيفه مع باقي المكونات. كيف كتلاحظوا البنات كتغربلوه كيبقاو فيه هذوك الحبيبات. الا لاحظتوا البنات ان الحبيبات اللي بقاو ليا واخدين اللون ديال الطحين، يعني كيبقى اللون ديالهم هكذا بلون الطحين يعني ماشي ابيض، فهمتوا البنات؟ مهم دابا ان شاء الله ندوز معكم التتمه ديال هذا الفيديو ونحتفظ بهاد الدقيق تنكمل به. هنا البنات اللوز اللي خديت 250 غرام اللي غادي ناخذ نصو ان شاء الله. نصو غادي نهرمشو نصو غادي نزين به. كيف كتلاحظوا البنات هذيك 250 غرام ضفتها هنايا على المقلاة وضفت لها الزيت، يعني كنضيف لها الزيت بارده ما كنديروش الزيت سخونه ونضيف لها اللوز. في الاول النار كتكون متوسطه، من بعد البنات في الاخير ملي كيبدا هكذا يذهب ليكم غادي تنقصوا من النار. هانتوما البنات هنا صافي بدا كيذهب ليا، ولكن راني كنستمر في التحريك ماشي كنخليه وكنمشي لبلاصه اخرى، راني كنستمر. صافي هنا البنات غادي نكتفي لانه مازال غيرجع له الطياب، واخا نحطو غيرجع له الطياب. وصافي البنات ان شاء الله غادي نصفيه واخد ليا اللون واحد البنات. هانتوما البنات وكيجي زوين ومقرمش، اما الا ضفتوا ليه زيت سخونه راه غيجيكم خضر من الوسط. نتمنى البنات انكم تكونوا فهمتوني. بالنسبه لهنا للنافع البنات خديت 50 غرام ديال النافع. الغرض بالنافع ان شاء الله غادي نحمرو، ماشي نحمرو غير نصهدو في مقلاة كيف كتلاحظوا على نار مهيله. وكذلك حبه حلاوه هي 50 غرام غادي حتى هي نصهدها، غنطحنهم بجوج كل وحده بوحدها غنطحنها وغادي نصفيها في صفايه يعني نغربلها. وان شاء الله غادي نخدم بثلاثه المعالق من كل حاجه. وهنا البنات كوزه، خديت كوزه فقط صغيره ما بغيتش ناخذها كبيره. غادي ان شاء الله ندوزها هكذا على الحكاكه. بالحق هاد الكوزه البنات ملي تكونوا مشعل الفران، انا ملي كنت شعلته
يعني كنحمر في اللوز وباقي المكونات، راني كنت في الفران، خليتها هكذا تسخنات وصافي البنات. غادي نطحنها بالكامل، غنحكها بالكامل حتى ان شاء الله نضيفها مع المكونات الثانيين. دابا ندوز البنات هنايا الزنجلان. كيف كتلاحظوا هذيك الكيلو راه حيدت منه جبانيه او ما يعادل تقريبا 250 حتى ل 300 غرام ديال الزنجلان اللي خليته صاين، يعني ما مطحونش. والباقي يعني تقريبا كيلو لاروب او يعني يعني 750 غرام بهذا العبار. هو اللي كنطحن دابا البنات، نطحنوا في الطحانه البنات. هاد الطحانه راه من شحال وهي عندي، يلاه كتب لي باش انني نطحن بها، لانها كطحن يعني كميه كيلو لاروب، هذه هي الكميه اللي كطحن. وصراحه نفعتني، يعني واخا كنت متخوفه منها في الاول لان طريقه الخدمه ديالها شويه صعيبه، و يعني تخوفت منها. كعرفوا البنات دائما اي آلة تخدموا بها كتخلعكم في البدايه، ولكن الحمد لله يعني صراحه زوينه هاد الآلة بزاف وكتنفع. يعني تضيفوا لها فقط البنات، انا هذه راه كتهز يعني حتى الكيلو، ولكن الا ضفتي لها كيلو راه ما صالحاش. يعني تضيفوا لها فقط نصف كيلو او لا كيلو الا ربع، يعني 750 غرام ديال شي مكون. كيف كتلاحظوا هنا اللوز البنات غنضيف كيلو بالكامل، ولكن هذا غلط. كان عليا نضيف فقط كيلو لارو، لانه مني انا الغرض باللوز بغيتو يكون مهرمش. مني ضفت هذاك الكيلو كامل فغادي لتحت غيتعلق وغيبقى ليا الفوق يعني اللوز باقي صاين. لذلك صراحه جاتني مزيانه هكذا. غيولي عندي نص ديال اللوز اللي هو مطحون مزيان، والنص غيكون مهرمش. يعني ولو انا في الاول بغيته كامل مهرمش، ولكن جاتني هاد القضيه مزيانه. يعني من يخرج لي هكذا نص معلق ونص مهرمش صايي مزيان. وحتى نتوما البنات الى عندكم هاد لا ماشين ضيفوا لها فقط كيلو لارب. لاحظتوا راه عمر بزاف هاد يعني هاد الاناء اللي حاطه فيه انا ديال الطحانه. من احسن دائما اللي عندها الطحانه البنات دير كيلو لاروب او لا نص كيلو. صافي البنات ان شاء الله غادي نخلي نصو مهرمش ونصو معلق. ودابا ان شاء الله ندوز الكاوكاو اللي فسختو حيد له، يعني حيت غير القشره ديالو. وهنا البنات عندي 500 غرام، يعني 500 غرام مزيانه. يعني مني غنضيفها هنا راه غادي تطحن ليا مزيان. والبنات بالنسبه لهاد الكاوكاو فغادي نتخليوه يطحن مزيان تيطلق الزيت ديالو. انا البنات نوريكم. انا البنات يعني كل مره كنطل شويه باش نعرف فين وصل. تبارك الله هاد الآلة البنات ديال الطحين زوينه، في ساعه كطحن صراحه يعني، وكتهنيكم من كل مره. انا عندي صراحه ديك الطحانه ديال اندو تروا، ولكن صغيره كنت كل مره نبقى نضيف شويه كنعيا بزاف. اما هذه الحمد لله يعني كدير فيه 500 غرام او لا كيلو لاروب، فكطحنها لك في وقت قصير جدا. هانتوما البنات النتيجه هو هذا، يعني تحصلوا عليه على شكل بخاليني ديال الكاوكاو بهذا الشكل هذا. صافي البنات بعد ما كملنا المرحله ديال الطحين غندوزو للزبده. الزبده البنات هنا زبده نوعيه جيده، خديت 250 غرام ديال الزبده. صافي البنات غادي ان شاء الله نضيفها فوق النار على نار مهيله. هانتوما البنات غنضيفها على نار مهيله ان شاء الله. هاد الزبده غادي ندوبها حتى تحيد منها داك الماء ديالها. في الاول تعطيكم واحد الكشكوشه بيضه، من بعد تعطيكم هاد الكشكوشه يعني خفيفه. صافي البنات غادي تستمروا في التحريك حتى غتطلع الكشكوشه غطفيو عليها. لا حصلتوا على هاد النتيجه طلعت بزاف، صافي طفيو عليها. هنا راه حصلتوا على زبده نوازيط. البنات راه كتاخذ الوقت بزاف، لذلك طيبوها على نار مهيله. فقط هنا وريتكم المراحل. طيبوا على نار مهيله باش تجيكم هكذا مذهبه. بالنسبه لبنات المسكه الحره خديت 10 دراهم ديال المسكه الحره، فحتى هي غادي ندقها ان شاء الله مع سكر كلاصي، وغادي ان شاء الله نوريها لكم مع باقي المكونات. هنا البنات اللوز اللي كنت قليت في الزيت خديت نص ديالو هرمشتو. عندي هنايا الكوزه اللي طحنت، 3 معالق كبار ديال نافع، 3 معالق كبار ديال حبات حلاوه، 2 معالق ديال القرفه، هذيك المسكه الحره. هنا كاس ديال الزيت اللي درت فيه اللوز، وكاس ديال الزيت البلديه، والزبده البنات اللي حصلت عليها ذوبتها. وهنا اللوز اللي قليت اللي غنديرو في التزيين، وكذلك الزنجلان اللي احتفظت به في جباني يعني البنات اولا 250 غرام. وهذا الكاوكاو اللي طحنته مزيان
الدقيق اللي حمرت، والسكر كلاصي البنات هنا عندي 500 غرام، ولكن غنقول لكم في الاخر شحال درت. هنا الزنجلان البنات اللي طحنت، وكذلك اللوز اللي نصو مهرمش ونصو مطحون مزيان. صافي البنات ان شاء الله نبدا معاكم نخلطوا هاد المكونات، وان شاء الله نوريكم شنو غادي نسبقوا وشنو اللي غادي نزيدوا في الاخر. اول حاجه البنات هي الدقيق، كنضيفوا الدقيق اولا كنضيفوا النواشف، هما الاولين. غنضيف الزنجلان كذلك اللوز وكذلك الكاوكاو البنات. من الاحسن تحصلوا عليه بهذا النتيجه، يجي معلك مزيان، غادي يجي زوين. والسكر الصغير البنات غنضيف فقط هذه الكميه، وغادي نخلي هذه الكميه ثانيه باش غنقول لكم شحال غادي ندخل ديال السكر الثقيل. غنضيف الكوزه اللي طحنت اولا اللي حكيت، كذلك النافع 3 معالق كبارين البنات، راني عابراهم ديجا مغربلاهم وعابراهم. كذلك القرفه حتى هي مغربله، وجوج معالق كبارين، وكذلك المسكه الحره اللي درتها مع السكر كلاصي ودقيتها. وهنا حبه حلاوه اللي كذلك حتى هي فيها 3 معالق كبارين. ان شاء الله غنكتب لكم المقادير ونخليهم لكم في صندوق الوصف. غادي نحاول انني نجمع هاد المكونات، يعني ما يبقاوش لي هكذا حبيبات، خاصهم ينسجموا مع بعضياتهم. سلو البنات كيبغي الوقت بزاف، يعني تعطيه وقته وتخلطوه مزيان باش هكذا جميع العناصر خاصهم يندمجوا مع بعضياتهم. هنا البنات من بعد ما صافي يعني خلطت العناصر كاملين، غادي نضيف باقي المكونات. كيف كتلاحظوا هنا الزبده من بعد ما حصلت عليها على شكل زبده نوازيط، صراحه كتعطي واحد المذاق هائل في السلو، وكتخلي السلو يدوم مده طويله. لذلك البنات لا ضفتوا هكذا الزبده غير ذوبتوها وخليتوها بالماء ديالها، راه السلو فيه سيخسر لكم. ان شاء الله غادي نضيف الكميه كامله ديال 250 غرام ديال الزبده اللي ذوبت، وغادي نحاول نخدمه مزيان حتى يترمل ليا كامل، يعني تيدخلوا جميع المكونات في بعضياتهم. هنا البنات من بعد ما صافي دخلت هذيك الزبده مزيان في المكونات، غادي نضيف هذاك الكاس ديال الزيت اللي قليت فيه اللوز. البنات غادي تحتفظوا به، هنا عندي فقط خديت غير كاس واحد اللي غادي نضيفه في هذا السلو. اللي ما بغاش البنات تخدم به تقدر تخدم غير بالزيت البلديه فقط، يعني غادي تقدر تطلق لكم المروره. لذلك انا ضفت هذا الزيت، وان شاء الله غادي نضيف حتى الزيت البلديه اولا زيت العود. كيف كتلاحظوا ضفت الزيت وراني كنخدم، وغادي نضيف كذلك نصف كاس ديال زيت الزيتون، يعني كنضيف كن ندلك، ما كنضيفش الزيت كله دفعه واحده، نضيف وندلك حتى نشوف هذاك الخليط واش كيتشرب ليا ولا لا. فالبنات سلو ما تضيفوش كلشي على دفعه واحده، ضيفوا غير شويه ودلكوا مزيان حتى تكملوا باقي المكونات. في هذا الاثناء البنات غادي نضيف الزنجلان اللي كنخليه هو الاخير، وكذلك غادي نضيف هذاك اللوز اللي خديت وهرمشته، يعني اللوز اللي مقلي وهرمشته. صراحه يعني هادو من الاحسن تضيفوهم هما الاخير، كيعطيو واحد المذاق زوين في السلو، وكيبقاو هكذا باينين ومهرمشين. انا البنات راه معدليك ما حسيتش بالكاميرا كتزعزع، لذلك سمحوا لي البنات. هنا البنات الزيت راني ضفت يعني كاس ديال الزيت، ضفت هذيك النصف اللي بقى ليا، وكذلك الزيت الزيتون هنا البنات غادي تبقى ليا واحد ربع كاس، يعني غادي نضيفوا كاس ديال الزيت اللي فيها اللوز، وكاس الا ربع ديال زيت الزيتون. انا غنكتب لكم المقادير ان شاء الله باش تشوفوهم. هنا البنات ما بغيش نزيد نعلكو اكثر لانه مازال غادي يخرج منه هذيك النسبه ديال الدهون، صافي غنكتفي. وهذا السلو البنات راه كيجي هائل. انتم البنات كيفاش جا عطيتو الدليك مزيان حتى يعني خرجوا منه هذوك المكونات اللي فيه. بالنسبه للسكر كلاصي البنات هنا بقات لي هذه الكميه، اما يعني الكميه اللي دخلت في السكر كلاصي يعني دخلت في السلو فكانت البنات هي 375 غرام،
يعني 500 غرام حيدنا منها 375 غرام اللي ضفنا في سلو على حسب الحلاوه. انا اكتفيت بها هكذا. شوفوا نتوما يعني ضيفوا وذوقوا على حسب الحلاوه اللي بغيتو. هنا البنات صافي هنا غادي ندوز المرحله باش غادي نعبر. هنا خديت هاد السوبيرات اللي كنحيد لهم العبار ديالهم، عاد كنبدا نعبر في سلو. كل سوبيره غادي توزن ليا كيلو، غنضيف لها كيلو ديال سلو. صافي البنات غادي نستمر حتى ان شاء الله نملأهم بربعة، وغنقول لكم شحال تبقى ليا ديال سلو، يعني شحال خرجت ليا هاد الكميه. هانتوما البنات هذه الكميه اللي بقات ليا كيف كتلاحظوا. صافي البنات كنحاولوا نبسطوا هاد السلو هذا كيف ما قلت لكم البنات. عندي هنا 4 ديال السوبيرات، كل سوبيره هازه ليا كيلو، واللي تبقى ليا البنات من سلو كان هو 400 غرام. يعني هاد المقادير اولا هاد السلو اللي خدمت معكم من البدايه ديال لا فيديو كان خرج ليا 4 كيلو و400 غرام، تقريبا غادي 4 كيلو ونصف. الصراحه كميه زوينه وسلو رائع وهائل ومكونات زوينين، وان شاء الله البنات غادي يعجبكم اكيد لانه المذاق يبقى اروع. وجربوا وردوا عليا الخبر. يعني راه زوين، وكذلك الاخوات اللي بغاو يخدموا به في الطلبيات علاش لا. انا البنات التزيين يعني زينوا كيف ما بغيتوا، انا درت التزيين فقط يعني بهذا الشكل هذا انتم البنات. وغادي نزيد اللوز في الجوانب بهذه الطريقه هذه. تزيين البنات كيبقى لكم نتوما، تقدروا تزيدوا كذلك تزينوه بالورد البلدي غادي يجي زوين. هنا البنات هذه هي 400 غرام اللي تبقات ليا كيف تلاحظوا البنات. يعني درتها هنا في هذا المول ديال القليب، صراحه كتجي زوين. تقدروا البنات ديروه في اي مول عندكم، راه كيبقى واخد شكل رائع بحال كتقطعوه في شي كيكه ولا في شي حلوه. صراحه زوين بزاف. انتم البنات غير من طريقه التقطيع ديالو كيجي رائع بزاف، وكيبقى هكذا واقف ما نهائيا ما يعني ما يتقطعش لكم على اي شكل مثلا درتو عليه غيبقى هو. انتم البنات يعني غنحاول نقطع معكم بالسكين كانني كنقطع شي كاطو. انتم البنات كيعطي واحد الشكل صراحه انيق وزوين بزاف، وغادي يعجبكم وان شاء الله علاش لا. يعني بالنسبه للاخوات اللي كيخدموا لي كوموند تخدموا بهاد المقادير، وكذلك اخوات لي غير في الدار علاش لا اللي ما تخدموش بهاد المكونات. هاد السلو البنات كيجي هائل بزاف بزاف. هنا البنات غادي نصفي من بعد ما كملت غناخذ هاد الغلايق. صراحه السوبيرات زوينين وعمليين. اما البنات بالنسبه للثمن ديال السلو فبشحال كندوزو الكيلو، كندوزو ب 140 درهم الكيلو. فكان البنات هذا هو لا فيديو ديال اليوم. ان شاء الله نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده ديال هذا لا فيديو، وما تنساونيش البنات من بارطاج هذا لا فيديو، وكذلك تفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم.